الحلقة دي هتعرف ازاي تأسس كهرباء صح، وده بند ما ينفعش تستهون بيه. أنا المهندس سعيد المغازي، ودي سلسلة عن التطبيقات. طبعا اول حاجة عندي قبل ما بشتغل في اي مشروع لازم يكون معايا مخطط او بلان لتوزيع الفرش واماكن الفرش بالمقاسات بتاعته بالظبط. يعني يكون عندي هنا معروف اللي هنا فيه غرفة ماستر، هنا معروف غرفة اطفال، عندي الغرفة معروف فيها السرير يكون العرض بتاعه 1.80 متر، عندي الكومود العرض بتاعه 50، معروف في المكان ده اللي هيكون فيه هنا تسريحة مكتوب، معروف هنا اللي هيكون فيه هنا مكتب، عندي معروف اماكن توزيع المطبخ، عارف الاجهزة الكهربية اللي هتركب سواء ثلاجة سواء غسالة سواء ميكروويف فين اماكنهم او مقاساتهم. عندي برضو بكون محدد اماكن التكييف فين علشان ابدا اشتغل ابدا اشتغل صح. طبعا الكهربائي اول ما بيدخل اول حاجة بيبدا فيها اللي هي مرحلة التكسير، تاني حاجة تمديد الخراطيم، بعد كده شد السلك، بعد كده التشطيب، وهنتكلم ازاي تستلم بند الكهرباء. اول حاجة الكهربائي بيعملها اللي هو التكسير في الحوائط عشان يعرف يمد الخراطيم بتاعته ويوزعها من الغرف. طيب الاول الخراطيم دي جايه منين؟ جايه من اللوحه الرئيسيه اللي بيتم توزيع الكهرباء من خلالها. اللوحه دي اللي هي بتكون عباره عن العلبه الصاج اللي انت بتشوفها دايما وانت داخل الشقه، بتكون دايما قدام باب الشقه او في اقرب مكان ليها على حسب المسار بتاع الصواعد، وبتكون اللوحه دي في الغالب 12 خط او 24 خط او اكبر على حسب حجم المكان اللي احنا هنشطبه. مثلا لو قلنا اللوحه دي 24 خط، يعني انا عندي 24 قاطع اوتوماتيك، كل قاطع مسؤول عن توصيل التيار وفصله عن الفراغ او المنطقه المسؤوله عنه، يعني هيكون عندي 24 خرطوم داخل اللوحه. طبعا الخراطيم دي اللي هي بتطلع من اللوحه سواء تمشي في الأرضية أو في اللسقف أو في الحوائط على حسب أقرب مسار همشي منه للفراغ اللي أنا هشتغله. اللوحة الرئيسية اللي هي الخاصة بالشقة طبعا اللي هي بيكون واصل لها الصاعد اللي هو جاي من العداد اللي هو في الغالب بيكون 3 فاز، يعني 3 فرد كهرباء. طبعا هنعمل حلقة كاملة عن اللوحة الرئيسية وعن التقريض وعن الروزوتة الخاصة بالتقريض لسحب الكهرباء الزيادة والروزوتة بتاعة الفردة الميتة، عشان دي محتاجة شرح كبير. طبعا بعد ما حددنا اماكن الفرش فين او اماكن توزيع المفاتيح والبرايز، ودي بتكون على حسب الاحتياجات اللي احنا محتاجينها، ممكن ازود برايز في مكان او اقللها، ازود الاضاءة. طبعا ده الكلام ده المفروض اكون عامل شوب دروينج او على حسب التصميم اللي احنا شغالين بيه. اول حاجة لازم تتأكد منها اللي هو منسوب التشطيب او الشرب اللي انا هشتغل عليه. تاني حاجة لازم أكون متأكد منها لو أنا شغال على المحارة، لو أنا شغال على لسه هعمل بند المحارة جديد اللي أنا هبدأ أكون عامل بؤج وأوتار علشان اخد الوزنة الافقية بتاعة العلب الماجيك اللي هي تكون ماشية ومخدمة مع البؤج والاوتار، على اساس لما اخلص بند المحارة يكون الوش بتاعي مخدم على المحارة، ما يكونش فيه جزء بارز او جزء غاطس علشان يكون الشغل بتاعنا مظبوط. طبعا عندي بند الكهرباء بستخدم فيه اسلاك باقطار مختلفة، لازم تكون عارف برضو كل قطر انا بستخدمه في وده بيرجع على حسب الاحمال. يعني انا عندي الصواعد ما ينفعش يقل عن 16 ملي، عندي التكييفات والسخانات ما ينفعش تقل عن 6 ملي، عندي البرايز العادية ما تقلش عن 3 ملي، المفاتيح ما تقلش عن 4 ملي. وطبعا الاسلاك تتأكد اللي هي تكون اصلية ومعتمدة او نوعية كويسة من شركة معتمدة. طبعا بشيك على الخراطيم المستخدمة برضو اللي هي تكون نوعية كويسة ومعتمدة، وبتكون في الغالب من 20 ل 25 ملي بالنسبة للصواعد، 16 ملي بالنسبة للي داخل الشقة اللي بيكون جوه الحوائط والأرضيات واللسق. طيب في مرحلة التأسيس ازاي تستلم بند تأسيس الكهرباء؟ اول حاجة لازم علب الماجيك تكون على مستوى البؤج والاوتار اللي انت واخدها علشان يكون الوش مخدم على المحارة. لازم تتأكد المناسيب اللي انت شغال عليها تكون مناسيب المفاتيح دايما بتكون على 90 سنتي، البرايز بتكون من 40 ل 50 سنتي، مناسيب الحمام والمطبخ بتكون دايما على 120 سنتي، ما عدا اماكن الاجهزة الكهربائية بتكون على 40
40 أو 50 سنتي. وما تنساش تعمل لكل جهاز باريزة أو مفتاح. الأباليك دايما بتكون على منسوب 180 سنتي، لوحة الكهرباء الرئيسية بتكون على منسوب 180 سنتي، لوحة الخدمات بتكون على منسوب 40 ل 50 سنتي. وطبعا ما تنساش تقول للكهربائي اللي هو ينور كل الفراغات اللي في الشقة علشان كل الصناعية اللي تدخل بعد كده تقدر تشتغل، يكون فيه نور شغال، سواء بتاع محارة أو جبسون بورد أو سيراميك أو نقاش أو خلافه، لحد ما نبدأ ندخل في مرحلة التشطيب. وطبعا بعد ما الكهربائي يخلص شغله ويقفله هتبدأ تشيك على البرايز كلها، انك تجيب دواية ولمبة وتبدأ تجربها في كل باريزة. لو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وسبسكرايب وتابعوني دايما عشان تشوفوا كل جديد.